إذا مشاهدينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد بحد سوالم. يكتب واحد شباب أي حد سوالم دوار جوال الساحل إقليم برشيد عمل الإعتيادات. معنا واحد الموهبة اللي بغى شي فريق أو شي جمعية أنه تكتشف الموهبة ديالو. معنا الأخ ديال المهدي عماد الغزلاني. معنا الأخ ديال عماد غيشرح لنا يعني الأخ ديالو كيدير الموهبة ديالو الكروية وكيفاش عرفوه بأنه كيلعب كرة مزيان، والآن كنشوفوا بأنه باقي لابس اللبسة ديال الكرة، كان لعب شي ماتش مع أصدقاء ديالو في هاد الحومة. حاول تقول لنا البلاصة بالضبط الجماعة لما متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رشيد الغزلاني أخ ديال عماد الغزلاني القاطي من بدوار جوال الساحل إقليم برشيد عمل الاعتيادات. الأخ ديالي أنه كما كتشوفوا أنه لابس اللباس ديالو، أنه موهوب من الصغر ديالو، من يعني كان صغير هو أنه دائما الكرة ما كتفرقوش، وأنه كيلعب تبارك الله ما شاء الله مزيان. وبغينا ان شاء الله انه يوصل ان شاء الله، حيت نتيج بزاف ديال الجمعيات ولكن ما حتى حد مستجب ليا، هو انه كيلعب مزيان. بغينا غير ندوز التيست ان شاء الله باش انه يوصل لواحد المرتبه تكون زوينه ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. عماد بلي لابس التوني ديال الرجاء، واش هو العشق ديالو في فريق الرجاء البيضاوي ولا غير لابس التوني؟ لا، العشق ديالو فريق الرجاء من الصغر ديالو. انت كاخ ديال عماد كتشوف الاخ ديالك موهبه؟ هي كنشوف الاخ ديالي موهبه انه من الصغر ديالو، وكان حيت انا كنتفرج فيه وبزاف، وشاهد ديال بعض الاخوان حتى هما كيتفرجوا فيه، انه قال لي انا الاخ ديالك موهبه وتتمنى ان شاء الله يوصل. هذا ما كان. انا عماد السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال عندك من عام عماد؟ عندي 15. باغي كتقرا؟ كتواظب بين الدراسه مزيان والكره؟ مزيان. مزيان. شحال عندك من عام؟ 15 قلتي لي. مستوى كتقرا فيه؟ 5 سيكيام اني تقرا نيت في هذه المنطقه هذه اللي ساكن فيها؟ السوالم. عماد انت موهبه كرويه، شفنا جميع المغاربه مورا المونديال كلهم ولا عندهم عشق الكره. واش انت كان عندك العشق الكره قبل من المونديال؟ كان عندي عشق الكره قبل من المونديال. الناس كيسولوا واش كاريزما. انا جاي معاك اخويا عيسى وغادي نقول لك بالنسبه للكره، العشق ديالك للكره يعني باش اكتشفتي راسك بانك كوري وكتلعب مزيان؟ كنت كنبدا نلعب من صغري انايا، وفاش تحولت للابتدائي كنت بديت كنلعب مع ولاد الحومه صافي، ومن تما بدا العشق ديالي للكره. واش عرفتي راسك كتلعب مزيان؟ ولاد الحومه كان كيلعب معاهم صافي، كانوا يقولوا لي راك مزيان في الكره. شنو كتلعب؟ 11 داير ايمن؟ لا ايمن. شكون يعني اللاعب اللي كتشوف فيه راسك؟ نيمار. وفي المغرب؟ حكيم. عماد يعني انت بغيتي تشوف الناس انهم يكتشفوا الموهبه ديالك وبغيتي تلعب شي فرقه كبيره؟ باغي نلعب في شي فرقه كبيره، وكنتمنى انهم يستجيبوا معايا. شنو الفرق اللي عزيز عليك بصراحه؟ الرجاء. بغيت تلعب في الرجاء؟ نقدر نلعب فيها في مجالك بالكره وتمشي تلعب؟ شنو تبغي تقول للناس الناس المسؤولين على الرياضه؟ شنو تبغي تقول لهم؟ كنبغي نقول لهم انهم يتضامنوا معايا ويتعاونوا معايا ويوقفوا معايا حتى نوصل للحلم ديالي. شنو بغيتي تكون في المستقبل؟ لاعب كره قدم. من غيرها ما كاين والو؟ صافي بغيتي تلعب الكره، ما بغيتي دير شي حاجه في ناخذ الاب ديالك عماد ونعاود. السلام عليكم. انا خويا بغيت هاد الولد، بغيت شي واحد يتضامن معنا، الله يجازيهم بخير من الناس المسؤولين، ونتمنىهم الله ليه التوفيق، وهذا اللي كاين. الله يجازيهم بخير. ناخذ الاخ ديالو باش نكملوا اللايف. انت الاخ ديالو رسالتك للناس ديال الرياضه بصفه عامه، يعني اكاديميه محمد السادس ولا شي نادي رياضي يقدر يدير ليه التيست ويضم عماد عنده باش يولي يلعب في الفرقه ديالو، شنو تبغي تقول له؟
كنتمنى انهم يتضامنوا معاه ان شاء الله، غير انهم باش انه يوصل للحلم ديالو، يعني هو يدوزوا لي التيست ويشوفوا ديك الساعه واش مزيان. حيت انا يعني بالشهاده ديال الناس اللي انهم عندهم مع الكره وكل شيء، انهم قالوا لي انه عنده ما يتقال، انه كيلعب مزيان. وكنتمنى من المسؤولين الله يجازيهم بخير غير يدوزوا لي التيست ويعرفوا واش انه عنده ولا ما عندوش، وان شاء الله انا عارفه ان شاء الله غيوصل. كنتمنى منهم الله يجازيهم بخير يتعاونوا معه. خويا خلي لي رقم الهاتف ديالك، حتى لو بغى شي واحد من الناس المسؤولين على الرياضه ولا شي جمعيه ولا شي حاجه يتواصلوا معاه. 06 99 41 61 39. كما سمعتوا مشاهدينا، هذا هو عماد اللي باغي يكون موهبه رياضيه كبيره في المغرب. كنتمنى من جميع المغاربه انهم يتعاونوا، ولا شي نادي رياضي معروف في المغرب انه يسقل هذه الموهبه هذه ويشوف في عماد باش يحقق الحلم ديالو، لانه الحلم ولا سهل خصوصا بالنسبه لكره القدم. كنتمناو من المغاربه انهم يبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للناس المسؤولين ديال الرياضه باش يشوفوا من حل عماد. مشاهدينا الى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.